الحاجات دي لو ما عملتهاش شركتك هتقفل. انت عارف بقى اللي في شركات قفلت بسبب الضرائب اللي عليها، مش في مصر بس وبره مصر كمان. صلوا على النبي كده وادعوا لابويا بالرحمه والمغفره. طب انت عارف الشركات دي قفلت ليه؟ بسبب اللي هي بتقدم تقارير ضريبيه غير منضبطه. وده بسبب ايه بقى؟ ان الشركات دي ما عندهاش اداره ماليه قويه ومراقب حسابات قوي. لو شركتك بقى فيها كل المشاكل دي هيحصل ايه يا باشا؟ هتتعرض لغرامات كبيره، عمرك ما هتقدم تقارير ضريبيه صحيحه، عمرك ما هتقدمها في مواعيدها. وده هيعمل ايه؟ هيخليك تدفع فلوس وغرامات عدم تقديم توصل ل 2 مليون جنيه، غير اللي انت ممكن تتعرض للتهرب الضريبي بسبب غلطه عدم تسجيل ايراد او مصروف بشكل صحيح في المكان المناسب والوقت المناسب. طب انت تعرف بقى ان احنا ممكن نقدم التقارير الضريبيه دي منضبطه طبقا للقانون، لا واوفر لك منها كمان. وعشان اوفر لك لازم تساعدني، هتقدم لي البيانات الدقيقه اللي انا هقدر اخد البيانات دي واحطها بالشكل القانوني اللي نقدر نوفر منه. ليه بقى؟ اصل احنا لو ما عملناش كده ممكن نعرض نفسنا لغرامات، ممكن نعرض نفسنا لمبالغ طائله وتهرب ضريبي يخلينا ندفع فلوس كتير قوي. وده بقى هيخلينا نخسر ايه؟ هنخسر سمعتنا، هنخسر عملائنا، هنتحبس. عشان كده بقول لك خلي بالك